شكرا جزيلا. الآن جاءت اللحظة الموعودة، لحظة الاكتشاف، لحظة التعرف على الفائزين، لحظة النهاية أو البداية في رحلة جديدة. واسمحوا لي أستعير تعبير الأستاذ أحمد، البحث من جديد عن أحمد خالد توفيق ونبيل فاروق من جديد. اسمحوا لي أن أدعو أعضاء مجلس الأمناء للصعود على خشبة المسرح. أستاذة سماح اتفضلي. والدكتور حسين بدراوي، اسفه، الدكتور حسام بدراوي هو الخامس بتاعنا، لكن هو خارج البلاد فبيعتذر لحضراتكم. لكن احنا يعني على المسرح هم مجلس امناء الجائزه، الاستاذ مصطفى حمدي، الاستاذ احمد مراد، الاستاذه سماح ابو بكر وانا. أدعو الآن أعضاء لجنة التحكيم، السادة أعضاء لجنة التحكيم للصعود إلى خشبة المسرح. الأستاذة أدعو الآن فرع أدب الطفل. اتفضلوا أعضاء لجان التحكيم، اتفضلوا حضراتكم. تعبوا معانا جدا والله، يعني كل أعضاء لجان التحكيم خدوا المسألة بكل الحماس وبكل الحب، لأنه كلهم عندهم يعني ارتباط قوي جدا بالمؤسسة. الدكتور محمد فتحي طبعا، والأستاذ أحمد فضل شبلول، الأستاذة أميمة عز الدين، الأستاذة فاطمة نعود. الأستاذ محمد سليمان عبد الملك، الأستاذ محمد هشام عبية، الأستاذة فاطمة نعود. أدب الطفل، لجنة تحكيم أدب الطفل. لجنة تحكيم أدب الطفل. أيوة بس احنا كنا كله قلت كده. اتفضلي يا استاذ دكتوره. لا كل لجان التحكيم. اتفضلي. استاذ محمد هشام جاي من بعيد. سلام. الأستاذ مصطفى هيقوم بتكريم أمانة الجائزة ولجان التحكيم بشهادة تقدير، تعبير يعني رمزي عن الجهد اللي قاموا بيه معانا في طوال العام كامل يعني. اتفضلوا. أستاذة الأسامي؟ أقول الأسماء؟ حضرتك اللي هتقوليها. اتفضلي. طيب نبدأ بقى من النهايات بقى. الأستاذ محمد إيه؟ طب فين الأستاذ هيثم؟ طب هو فين الأستاذ؟ طب ما حضراتكم اتفضلوا يا جماعة. أنا مش شايفة عشان النور ضارب في عينيا، فممكن حضراتكم يعني يتفضل كل أعضاء السادة أعضاء لجان التحكيم بالصعود إلى خشبة المسرح للتكريم في كل فروع المسابقة. معلش احنا بس يعني هو تكريم لكل لجان التحكيم، وبعدين هنبدأ فرع نعلن النتائج بتاعته. أهلا يا دكتور. دكتور هيثم. الشهادات بقى، شهادات التكريم للجان التحكيم. الدكتور حسين حمودة، عضو لجنة تحكيم في فرع القصة القصيرة.
الأستاذ محمد سليمان عبد الملك عضو لجنة تحكيم في فرع السيناريو والحوار. أستاذ محمد هشام عبية عضو لجنة تحكيم في فرع الرواية. الكاتبة والشاعرة فاطمة نعوت عضو لجنة تحكيم في فرع الرواية. الكاتب الكبير الأستاذ أحمد فضل شبلول في فرع أدب الطفل. الأستاذة أميمة عز الدين عضو لجنة تحكيم فرع أدب الطفل. دكتور هيثم الحاج علي عضو لجنة تحكيم في فرع القصة القصيرة. الأستاذة سماحة أبو بكر عضو مجلس أمناء الجائزة. الكاتب والأديب الأستاذ أحمد مراد عضو مجلس أمناء الجائزة. الشكر كل الشكر أستاذ معلش انت فين يا دكتور محمد؟ كنت مستخبي ورا كده. الدكتور محمد فتحي ده اكتر واحد تعب معايا والله. عضو لجنة تحكيم أدب الطفل. الشكر كل الشكر لأعضاء لجان التحكيم اللي فعلا تعبوا جدا، واحنا كنا يعني دقيقين جدا، وهم اشتغلوا بحب وبإخلاص وباهتمام، وأروع يعني أعمال كتيرة جدا في وقت قياسي. وطبعا أعضاء مجلس الأمناء اللي شاركونا وكانوا معانا دايما ستيب باي ستيب يعني في كل خطوة من خطوات الجائزة. وطبعا الشكر يعني لصاحب هذا يعني الفكرة واللي رعاها الأستاذ مصطفى حمدي، الحقيقة لم يبخل بأي شيء لإنجاح هذه المسابقة. هناخد صورة تذكارية مع الجميع قبل ما ندخل بقى في إعلان الفائزين. شكرا جزيلا للسادة أعضاء مجلس الأمناء والسادة أعضاء لجان التحكيم، بشكرهم وبدعوهم للنزول من على خشبة المسرح.
وبأدعو الآن، اتفضلوا. أدب الطفل هيبقى بس دلوقتي. الآن إعلان القائمة الطويلة للفائزين في مسابقة أدب الطفل. الفائز المركب الفائزين أدعو القائمة الطويلة كلها للصعود على خشبة المسرح: الأستاذ ربيع مرشد، الأستاذة ياسمين مجدي، الأستاذة سمر طاهر، الأستاذة عزة أنور، الأستاذ مصطفى عبد الفتاح، الأستاذة إيمان سند، الأستاذة صفية علي الدين. تفضلوا حضراتكم على خشبة المسرح. الأستاذ محمد زكريا عبد الفتاح، الأستاذ محمد عاشور محمد، الأستاذ محمود خليل حسين، والأستاذ محمود عقاب، الأستاذ محي الدين عمار. الحقيقة أن هذه القائمة تضم كاتبات وكتاب من مصر ومن دولتين عربيتين، سوريا والكويت. حقيقة كمان فيها تمثيل جيد للسيدات على ما أرى، في عدد لا بأس به من الكاتبات. ألف مبروك، ألف مبروك لحضراتكم. الأسامي كلها: محي الدين عمار من الكويت لم يتمكن من الحضور. محمود عقاب موجود، اتفضل أستاذ محمود. محمود خليل حسين، محمد عاشور محمد، طبعا هو لم يتمكن من الحضور. الأستاذ محمد زكريا عبد الفتاح، الأستاذة صفية علي الدين، الأستاذة إيمان سند، مش عايزة تصوري؟ لفي. طيب لغاية ما تجهز جايزة إيمان. طبعا كنا نود أن يكون معنا اليوم الأستاذ مصطفى عبد الفتاح، عليه رحمة الله. اتفضلي حضرتك كده يا أستاذ. طيب بس حضرتك عايزين اتفضلي يا أستاذة أميمة، حضرتك ابتدى اتفضلي. مساء الخير. أولا
احنا اتمنى ان احنا نقف دقيقه حداد على هذا الكاتب السوري الذي توفى مؤخرا في زلزال تركيا. قدم عملا جزيره الكهف العجيب، وهي من الاعمال المميزه جدا، وللاسف الشديد لم ينل هذه الفرحه بسبب وفاته هو واسرته تحت انقاض الزلزال. وادب لجنه تحكيم فرع ادب الطفل ارتأت ان هو يجب ان يكرم حتى بعد موته بسبب تأثيره اللي ما زال الى الان من خلال كتاباته. فيعني اقل حاجه دلوقتي ان احنا نقف جميعا دقيقه حداد وندعو له بالرحمه هو وكل امواتنا في كل حته في العالم. شكرا. اتفضلوا حضراتكم. اسمحوا لي أن أدعو الدكتور محمد فتحي لتسليم جوائز القائمة القصيرة لأدب الطفل. مساء الخير. اولا كل الشكر للمؤسسه العربيه الحديثه. انا بقول دايما في عباره كده حضراتكم عارفينها، لما حد بيشعر بالفضل والامتنان تجاه حد يقول لك لحم كتفنا من خيره. انا اعتقد ان اغلب من في هذه القاعه واغلب اجيال عديده موجوده في العديد والعديد من دول العالم العربي لحم دماغها من خير المؤسسه العربيه الحديثه وروايات مصريه للجيب تحديدا. فالف رحمه ونور على المؤسس الاول لهذا الصرح العظيم ولفكره روايات مصريه للجيب الاستاذ حمدي مصطفى. وبالنسبه للجنه تحكيم ادب الاطفال كانت بتتكون من الكاتب الكبير الاستاذ احمد فضل شبلول، الكاتبه الكبيره الاستاذه اميمه عز الدين. تقدم للمسابقه لفرع ادب الاطفال 186 عمل. ال 186 عمل بنأكد ان تمت قراءه هذه الاعمال بالكامل على مدار 10 اشهر. كنا بنقرا هذه الاعمال بالكامل وحطينا معايير، ووضعت اللجنه هذه المعايير نصب اعينها حينما اختارت ان تحدد قائمه طويله تم تكريم اعضائها الموجودين معنا وتشرفنا بهذا التكريم. ثم كانت هناك قائمه قصيره تم الاعلان عنها ومنها الموجودين الآن. القائمة القصيرة كانت بتتكون من الأستاذة عزة أنور عن عملها البديع رحلة الناب الأبيض. بتتكون القائمة القصيرة أيضا من الأستاذة سمر طاهر عن عملها البديع مطعم ببيت هالة. الأستاذة ياسمين مجدي عن عملها البديع جيكا وأنتيكا. الأستاذ ربيع مرشد عن عمله البديع دلال ونجمها الوهاج. وأخيرا كان كاتبنا الكبير الراحل الدكتور مصطفى عبد الفتاح اللي حييناه بدقيقة حداد، وبنحيي روحه وبنحيي إبداعه الجميل وروايته اللي ارتأت اللجنة وأرسلت توصيتها للمؤسسة العربية الحديثة بنشر هذا العمل تكريما ليه. ووافقت لجنة الأمناء مجلس الأمناء برئاسة الأستاذ مصطفى حمدي وافق على هذه التوصية، وسيتم نشر العمل تكريما له إن شاء الله. أما الآن الجوائز. المركز الثالث الأستاذة سمر طاهر عن عملها مطعم ببيت هالة. سمر من الكاتبات المتميزات اللي ليها أعمال بديعة جدا، والعمل كان عمل متميز جدا. المركز الثاني الأستاذة ياسمين مجدي عملها جيكا وأنتيكا.
ولأن مشروع روايات مصرية للجيب من المحيط إلى الخليج زي ما بيقولوا، ولأن التأثير كان كبير جدا، ولأن عدد الذين شاركوا من دول عربية مختلفة في هذه المسابقة وفي فرع أدب الأطفال كانوا كتار، ومن أكثر من دولة عربية، من الجزائر ومن المغرب ومن لبنان ومن سوريا ومن العديد والعديد من الدول العربية. احنا بكل الفخر بنقول ان المركز الأول فاز به الكاتب السوري الأستاذ ربيع مرشد عن عمله دلال ونجمها الوهاج. لم يتمكن للأسف الشديد الأستاذ ربيع من الحضور يعني ظروف السفر كانت صعبة شوية، لكن فوضنا بإلقاء هذه الكلمة. كنت بتكلم معاه النهاردة صباحا وفوضني بإلقاء هذه الكلمة، بيقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت أتمنى زيارة المحروسة مصر في الدرجة الأولى، وحضوري بينكم والتعرف عليكم ثانيا، ومن ثم روعة الوقوف في دار الأوبرا المصرية وفرحة استلامي للجائزة، لكن لم يكتمل الحلم. كانت ولم تزل روايات مصرية للجيب رافدا أدبيا رفيعا نشأت عليه أجيالا عربية ومصرية شكلوا منارة للثقافة والإبداع. ومن هذا المنطلق كنت متحفزا للمشاركة، ولا بد من تقديم جزيل الشكر لثقتكم بقلمي الذي أوصلني إلى هذا المركز المتقدم. دمتم ودامت مصر منارة للثقافة والفكر. ربيع فريد مرشد، سوريا. مبروك للفائزين، وشكرا مرة أخرى للأستاذ. هناخد الأستاذة أميمة طبعا، ممكن نرسل له هذه الصورة تحية. ممكن نلتقط صورة؟ وطني حبيبي الوطن الأكبر، يوم ورا يوم أجداده بتكبر، وانتصاراته مالية حياته. وطني بيكبر وبيتحرك، وطني 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 حبيبي الوطن الأكبر، يوم ورا يوم أجداده بتكبر، وانتصاراته مالية حياته. وطني بيكبر وطني يا مالك حبك قلبي، وطني يا وطن الشعب العربي. وطني يا مالك حبك قلبي، وطني يا وطن الشعب العربي. يلي ناديك الوحدة الكبرى. شكرا جزيلا للجنة تحكيم أدب الطفل، وألف مبروك للفائزين، وألف مبروك لكل الذين وصلوا إلى التصفيات. ومؤكد أن الكتابة وظهور هذا العدد من الكتاب في حد ذاته جائزة لنا ولكم. شكرا جزيلا. الآن أدعو لجنة تحكيم مسابقة السيناريو والحوار إلى خشبة المسرح. فين؟ وأدعو أيضاً الذين وصلوا إلى القائمة الطويلة من الكتاب في المسابقة فرع السيناريو. أدعو الأستاذ طارق فتحي عزام، الأستاذ طه حسين محمود حمادة، الأستاذ أحمد السيد عبد الكريم، الأستاذ محمد إبراهيم محروس ولم يستطع الحضور فينوب عنه الأستاذ عمرو المنوفي، الأستاذ أحمد راضي جودة، الأستاذ أحمد عمر محمد عطية، الأستاذ عاطف عبود محمد عبود، الأستاذ عبد الله السبع، والأستاذة سالي عادل. أدعو الآن القائمة الطويلة لاستلام جوائز أو شهادات التقدير.
الأستاذة سالي عادل لم تحضر. الأستاذ عبد الله السبع. الأستاذ محمد سالم أحمد سالم. الأستاذ محمد إبراهيم محروس. الأستاذ أحمد راضي جودة. الأستاذ أحمد عمر محمد عطية. الأستاذ عاطف عبود محمد عبود. الأستاذ عبد الله السبع. سلام خلاص. صورة تذكارية الآن. أدعو الآن الأستاذ محمد سليمان عبد الملك للإعلان عن القائمة القصيرة وتسليم الجوائز. مساء الخير. الحقيقة أنه اتقدم لنا تقريبا في قائمة السيناريو والحوار في المسابقة فوق ال70 سيناريو، حوالي 76. وحابب بس أنوه أنه الأعمال اللي قريناها أنا ولجنة التحكيم كانت مش سيناريوهات موجهة للإذاعة والتلفزيون فقط، كان كمان في مسرح، وكان كمان في سيناريوهات لكوميكس أو قصص مصورة أو روايات مصورة أو جرافيك نوفلز. فالحقيقة أنه إحنا قرينا كل ده بعناية شديدة، وبعدين اخترنا القائمة الطويلة، وبعدين صفناها القائمة القصيرة اللي أنا هعلنها دلوقتي، وبعدين كان في 3 فائزين. هنقول دلوقتي القائمة القصيرة. أستاذ محمد إبراهيم محروس هو أول اسم في القائمة القصيرة. بعد كده أحمد سيد عبد الكريم، القائمة القصيرة. أستاذ محمد سالم أحمد سالم عبادة، القائمة القصيرة. طه حسين محمود حماد، القائمة القصيرة. طارق فتحي عزام، القائمة القصيرة. دلوقتي هنعلن أسماء ال3 فائزين. الأستاذ محمد سالم أحمد سالم عبادة في المركز الثالث. ده عن سيناريو الناظرون إلى السماء، سيناريو فيلم سينمائي.
المركز الثاني الأستاذ طه حسين محمود حماد عن مسرحية شجرة الأمنيات. وأخيراً في المركز الأول الأستاذ طارق فتحي عزام عن سيناريو رحلة الحج عطاء الله إلى بلاد الإنجليز. شكراً جزيلاً. شكرا جزيلا للساده اعضاء لجنه التحكيم، والف مبروك للفائزين في صوره تذكاريه. شكرا جزيلا لحضراتكم، والف الف مبروك للفائزين. ادعو حضراتكم تقدروا تتفضلوا. الان ادعو الساده الذين وصلوا الى القائمه الطويله في المسابقه فرع الروايه. أدعو الأستاذة ميرفت راغب زوجة، وأدعو كذلك ابنة الكاتب الكبير الراحل الدكتور نبيل توفيق للصعود إلى خشبة المسرح ومشاركة. نبيل فاروق، الدكتور نبيل فاروق. أنا قلت حاجة تانية؟ الدكتور نبيل فاروق يعني أحد صناع شبابنا وأحد الذين أثروا في وجدان أجيال كاملة. الحقيقة لما قابلت الدكتور نبيل فاروق في الحقيقة ما كنتش مصدقة نفسي، فسعيدة جدا إن هذه الجائزة يعني يتم توزيعها الآن على شرفه وبحضور زوجته وابنته. الآن يتم تكريم القائمة الطويلة في المسابقة فرع الرواية الأستاذ عبد الرحمن كمال السعيد حبيب. الأستاذ زياد طارق إبراهيم محمد. الأستاذة رحاب فاروق عمر. الأستاذة نسمة جمال عبد الله. الأستاذ محمد عبد العزيز عبد الشافي. الأستاذ محمد الفاتح.
الأستاذ علي محمد حامد الخرشة. الأستاذ محمد أحمد حسين. الآن أدعو الأستاذ محمد هشام عبية ليعلن عن القائمة القصيرة وأسماء الفائزين. مساء الخير. أستاذ عادل. عفواً، بعتذر للأستاذ عادل صلاح يوسف الذي لم يتسلم شهادة التقدير الخاصة به ضمن الذين وصلوا إلى القائمة الطويلة. مساء الخير على حضراتكم، وانا ممتن جدا ان انا واقف هنا في دار الاوبرا المصريه العريقه، وممتن اكتر ان انا كمان كنت عضو في لجنه تحكيم مسابقه روايات مصريه للجيب مع الساده الاستاذه فاطمه نعود وصديقتنا الاستاذه شيرين هنائي اللي ما قدرتش تيجي النهارده. وشكرا ليهم انهم ادوني الفرصه ان انا اللي اعلن اسماء الفائزين، لان انا زي ما قال الدكتور محمد فتحي يعني كلنا تقريبا من الجيل المتربي على روايه مصريه للجيب، وانا شخص كنت بستنى روايات مصريه للجيب توصل لبلدنا في المنصوره في القطر الساعه 6 الصبح عشان اخد اول نسخه يعني. فشكرا جدا للمؤسسه العربيه الحديثه على تبنيها لهذه المسابقه. و قبل الاعلان عن اسماء الفايزين بنشكر كل من شارك في مسابقه الروايه، وانه كان عنده ثقه في ان المسابقه يقدر من خلالها يوصل صوته لقراء. ونتمنى لكل اللي لم يحالفه التوفيق في هذه المره ان يواصل الكتابه والمحاوله، والاهم الاستمتاع والايمان بما يكتب. ومن المهم الاشاره لان الاعمال اللي ترشحت للقائمه القصيره على وجه الخصوص وسبق الاعلان عنها تميزت بمستوى ادبي رفيع، واستحقت جميعها المنافسه عن جداره. وقد اوصت لجنه التحكيم بنشر روايه مغامرات بدريه وام حنان للكاتبه نسمه جمال عبد المنعم لتميزها وتفردها. والآن مع أسماء أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في مسابقة الرواية. المركز الثالث الكاتب السوداني محمد الفاتح عن رواية الصلاة في الظلمات. وللأسف الأستاذ محمد الفاتح تعذر عليه الحضور النهاردة لأنه مقيم حاليا في دولة اليمن الشقيقة وما قدرش يوصل، لكنه أرسل للجائزة كلمة أراد أن يوصلها للحضور. في البدء أحب أن أشكر القائمين على الجائزة على إقامة هذا العرس الأدبي بأبهى حلة ممكنة، وصناعة مثل هكذا فرص لاستكشاف المواهب الأدبية الشابة وتسليط الضوء عليهم عبر إقامة مسابقة أدبية تخضع بالكامل تحت سلطة المصداقية في المنافسة، ومقياسها الوحيد هو جودة الأعمال الأدبية. وهذا الأمر ليس عليهم بجديد، فقد حدث من قبل مع أسماء ما زال لها بريقها حتى اليوم في مجال الأدب عموما والرواية خصوصا. كما أحب أن أشكر لجنة التحكيم واللجان الفرعية الأخرى على مجهوداتهم في عملية فرز وقراءة الأعمال واختيار الفائزين رغم يقيني التام بصعوبة تلك المهمة لشدة المنافسة وجودة الأعمال المقدمة، لكن في النهاية كان لابد من اختيار فائزين. كنت أتمنى بصدق أن تسنح لي الفرصة لزيارة مصر أم الدنيا، وأن أكون هنا بينكم أصافح أيديكم بنفسي وأتعرف عليكم شخصيا واحد واحد، لكن حالة معوقات خارجة عن الإرادة وصعوبات قهرية دون ذلك. لكن بالتأكيد لابد من زيارة مصر والتمرغ في تاريخها العريق والمشي في شوارعها المغمسة في عبق الأصالة إن طال الزمان أو قصر. في الختام خالص دعواتي أن يزيح الله الغم عن أوطاننا المكلومة، يشفي جراحها الملتهبة، ويبدد سخام الحروب عن الرصاص والانفجارات،
ليحل محلها أصوات الأفراح والزغاريط. حفظ الله مصر وشعبها وأدام لهم الأمان والطمأنينة. أمنياتي بالتوفيق لجميع المشاركين في هذه الدورة، سواء من حالفه الحظ بالتتويج أو لم يحالفهم. أمنياتي لهم بمسيرة أدبية حافلة، وأشجع من لم يحالفهم الحظ هذه الدورة أن يشاركوا مرة واثنين وثلاثة، فمهما طال الوقوف خلف الباب والطرق لابد أن يفتح. لا تنال الأمنيات إلا بالإصرار. شاكر جميع الحضور. محمد الفاتح. الفائز بالمركز الثاني هو الكاتب الروائي من دولة الأردن الشقيقة علي محمد حامد الخرشة عن رواية حفار القبور. أما الفائز بالمركز الأول في فرع الرواية من مسابقة روايات مصرية للجيب دورة 2023 فهو الكاتب الروائي المصري محمد أحمد حسين محمد عن رواية طعام الآلهة. صورة تذكارية لجنة التحكيم والفائزين. شكرا جزيلا للسادة أعضاء لجنة التحكيم. شكر خاص لأسرة الكاتب الكبير الراحل الدكتور نبيل فاروق، وألف ألف مبروك للفائزين والذين وصلوا إلى القوائم الطويلة والقصيرة، وكل الشكر لحضراتكم. نورتونا. وصلنا إلى آخر فروع الجائزة، وهي جائزة فرع القصة القصيرة. أدعو السادة أعضاء لجنة تحكيم القصة القصيرة للصعود إلى خشبة المسرح. كما أدعو أيضاً السيدات والسادة الذين وصلوا للقائمة الطويلة إلى الصعود إلى خشبة المسرح. دكتور مجدي الحسيني، دكتور مجدي مصطفى محمد القوسي، محمد محمود حسين، الأستاذ محمد محمود حسين، الأستاذ أحمد محمد طسن عبد العزيز،
الأستاذ أشرف أيوب معوض. الأستاذ يوسف أحمد حامد. الأستاذ محمد عبدو باشا. الأستاذ محمد أحمد عبد القوي. واعتذر عن الحضور الأستاذة تغريد أسعد شاهين والأستاذ سفيان بشار من المملكة المغربية والأستاذة تغريد من المملكة العربية السعودية. الآن أدعو الدكتور هيثم الحاج لإعلان القائمة القصيرة وأسماء الفائزين. مساء الخير. يعني في نهاية الماراثون الجميل ده اسمحوا لي ان انا اعبر عن سعادتي. الحقيقة انه المسابقة دي واحدة من المسابقات الكاشفة جدا للي بيحصل على الارض في الوطن العربي كله. انا لازم اختلف، انا بحب اختلف جدا، لازم اختلف مع احمد مراد اللي كان بيقول انه احنا ما عندناش ناس بتكتب بالجودة العالية في بعض الافرع. انا اظن انه التشكيلة اللي شفناها النهاردة على المسرح بالفعل بتقول لنا انه البلد ده، الوطن ده لسه فيه خير كبير. ولو كان شارك معانا في التحكيم وتعب قوي علشان يفرز وتعب قوي علشان يصفي ويوصل لانه 3 بس هم اللي يفوزوا، رغم انه في 30 واحد ممكن يفوزوا وفي 10 منهم اللي واقفين معانا هنا كلهم يستاهلوا مركز اول. اظن انه التعب ده بيقول انه لسه في خير في البلد دي. خلونا نقول القائمة القصيرة، مش كده بنقول القائمة القصيرة الأول؟ تمام. مجموعة الولد الذي يراهم ليوسف أحمد حامد. مجموعة أنا جميلة للكاتبة السعودية تغريد أسعد شاهين اللي اعتذرت النهارده. مجموعة زجاجة عطر فرنسي لأشرف أيوب معوض. عصافير الرغبة لأحمد طسن. وأن تفعل شيئا لمجدي مصطفى القوسي، وهو أظن اعتذر برضه. لكن المركز الثالث قد ذهب إلى أشرف أيوب معوض عن زجاجة عطر فرنسي. وفي المركز الثاني أحمد محمد طسن. وذهب المركز الأول إلى مجدي مصطفى القوسي. شكراً. شكرا جزيلا يا دكتور هيثم. ويتسلم الجائزة الأولى الأستاذ حسن، لأنه الدكتور مجدي الحقيقة بيجري الآن جراحة، فندعو له بالشفاء. شكراً.
كل الدعوات بالشفاء للفائز بالمركز الأول، وكل المباركات والتهاني للفائزين والأساتذة والذين وصلوا إلى المراكز أو القوائم النهائية. صورة تذكارية. شكرا جزيلا للسادة أعضاء لجنة التحكيم، وكل التهاني للسادة الفائزين. بعد إذنكم الأستاذ محمد رشاد والأستاذة أميرة أبو المجد والأستاذ الشريف منجود والإعلامي والشاعر الأستاذ جمال الشاعر، ممكن تشرفونا ناخد صورة تذكارية. اتفضلوا. أدعو الأستاذ محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين المصريين لإلقاء كلمة. اتفضل. اتحاد الناشرين العربي، المصريين والعرب. مساء الخير. الحقيقة أنا يعني سعيد جدا جدا بالدعوة اللي وجهتها لي الأستاذة والصديقة الكاتبة أستاذة نوال مصطفى. يمكن أنا متابع مسيرة المؤسسة العربية مع الجيل الثاني بعد الوالد الجد اللي هو المؤسس اللي هو الأستاذ مصطفى، ولكن أنا عاصرت الناشر الكبير العظيم رحمة الله عليه الأستاذ حمدي مصطفى، وكانت البدايات يمكن سنة أتذكر في سنة 89 حدث موقف مش يعني غير محبب. بعض أجهزة الأمن اعترضت أو تطاولت على أحد الناشرين، فاضطرينا ان احنا نعيد احياء اتحاد الناشرين المصري، وكنت انا مسؤول عن الموضوع ده، وكان هو عضو كمؤسسه موجوده في قلب الاتحاد، ولكن كنا محتاجين جيل يقود هذا الاتحاد، وكان منهم الناشر الكبير رحمه الله عليه الاستاذ حمدي مصطفى. وكان اول لقاء بالتليفون معاه فدعاني ان انا اجي اقابله، فانا كنت متصور اروح اقابله في مكتب ومكيف وسكرتاريه، ففوجئت بيه ان هو بيدعوني ان انا اقابله في المطبعه في منطقه العباسيه، وكان مع بدايه الموسم المدرسي وهو وسط العمال. الحقيقه الجهد اللي كان بيبذله الاستاذ حمدي مصطفى جهد كبير جدا، وتاثيره بالنسبه للناحيه التعليميه بشكل كبير جدا، وكان معروف. انا يمكن
كنت أتجول في العالم العربي، بحضر المعارض العربية أو زيارات تسويقية. فكان كتاب سلاح التلميذ كان يسأل عنه في بعض الدول العربية، يعني بالنسبة لي رغم ان المنهج ربما مختلف، لكن هم كان ليهم، يمكن البعض ما يعرفش ان دور النشر اللي موجوده سواء كانت المؤسسه العربيه الحديثه او نهضه مصر كانوا بيطبعوا كتب المدرسيه للدول العربيه، الكتب المقرره سواء كانت في منطقه الخليج او كان في منطقه شمال افريقيا. هذا الجهد اللي كنت بشوفه تطور فيما بعد عندما أسست. أنا يمكن بشتغل من سنة 70 تقريبا، لكن استقلت بذاتي من سنة 85، وكان التسمية عندي الدار المصرية اللبنانية على إني يعني أوزع الكتاب المصري خارج مصر. ففوجئت بكم الطلبات على السلاسل الجديدة اللي بدأ يصدرها الأستاذ حمدي مصطفى. بقيت مستغرب، فاضطريت ان انا يعني اقرا بقى كل السلاسل اللي كانت موجوده، لان كانت بتطلب بكميات كبيره. المغرب العربي، في المغرب نفسه، في الجزائر، في تونس، في الخليج. معناها ان هو الاستاذ حمدي رحمه الله عليه نجح في تاسيس هذه السلاسل، وان هو قدر ان يقدم مجموعه من الشبان، من الكتاب الشبان. لان البعض يمكن ربما لا يتصور ان الناشر زي المنتج السينمائي، هو اللي بيستطيع ان هو يقدم ويصنع نجوم من خلال الاعمال اللي هو بيقدموها، لكن الدور الكبير بيوقع عليه. انا النهارده سعيد جدا لسبب بسيط، ان الدور اللي بتقوم به المؤسسه العربيه الحديثه ده دور مؤسسات حكوميه ان هي تقدم. وانا بتفق مع الدكتور هيثم الحاج وبختلف مع ما قاله الاستاذ احمد مراد. ده في مواهب كتيره موجوده في مصر، وانا بعمل ورش للروايه مجانا يعني. بكتشف حاجات كتير جدا ان في مواهب موجوده في المحافظات وفي القرى والنجوع، وفي نفس الوقت في العالم العربي. هي المشكله الاساسيه ان هذه المواهب كيف تقدم الى القارئ. ده دور الناشر المفروض يقدمه، لكن للاسف الناشر في العالم العربي بيعاني وعنده مشاكل كتير جدا، وهذه المشاكل هي اللي بتحد ان هو يقدر يقدم هذه النجوم. لكن اللي انا عايز اقوله، اللي بتقدمه المؤسسه واللي انا شفته النهارده، وهذا الكم الكبير من المتسابقين في المسابقه، شيء يبشر ويفرح، وفي نفس الوقت بيأكد الهويه، لان احنا لازم نعمل جرس انذار. دور النشر العالميه الكبيره بدأت تغزو المنطقه زي جوجل وزي امازون، وهذا التوجه اللي موجود حاليا ده هيؤدي الى تغييب الهويه الوطنيه والهويه العربيه. فالجيل اللي موجود في عندنا كتاب، المجهود اللي بتقوم به المؤسسه شيء عظيم جدا، شيء زي ما بقول وبكرر، ده جهد مؤسسات حكوميه، كون دار نشر قطاع خاص. وانا برضو بقر وبقول بحكم خبرتي في مجال العمل العام سواء اتحاد الناشئين مصر او العرب، الناشر القطاع الخاص هو يمكن بيتحمل ما ينتج بنسبة 80%، لكن محتاج دعم، مش دعم مالي، بقدر ما ينتجه يجد منافذ للتوزيع. للأسف هذا غير موجود لا في مصر ولا في العالم العربي. فأنا بحيي هذا الجيل اللي أنا تعاملت معاه مع الأستاذ حمدي مصطفى، ثم كان في سنة 1910 كان في الجيل الثاني تعاملت معاهم لما كان في مشكله الكتاب المدرسي مع وزاره التربيه والتعليم. والنهارده سعيد ان انا اول مره يمكن اتعرف على الاستاذ مصطفى، لكن الاستاذه نوال اخت وصديقه من سنوات، وهي من الاسره المؤسسه للمؤسسه وبنت المؤسس الاول الاكبر. انا الحقيقه سعيد جدا وفخور جدا باللي هم بيقدموه، ومطمئن على صناعه النشر في عالمنا وفي مصر بالذات بهذه دور النشر الناجحه. وانا بحييكم مره تانية وبقول بالتوفيق ان شاء الله. شكرا. سيدات والسادة، أظن أن النهاردة على الأقل تم تدشين عشرات الكتاب، وبانتظار مؤكد أنه سيكون من بينهم أسماء لامعة ستترك أثرها في وجدان أجيال قادمة. انتهت الجوائز، لكن المتعة لم تنتهي بعد. بعد هذه الاستراحة القصيرة سيكون لنا لقاء مع
كورال الأوبرا وفريق تنمية المواهب وأوبريت الليلة الكبيرة. بانتظاركم بعد هذه الاستراحة القصيرة.